بص يا اسطى، دلوقتي خلص 30 يعني ايه 14 يوم من التحدي. يعني احنا بدأنا في اليوم ال 14، يعني بدأنا في النص التاني من التحدي. احنا هنخلص مراجعة المواد ومراجعة المنهج ده. هنخلصه بعد 25 يوم من بداية التحدي. يعني هيبقى فاضل 15 يوم على بداية امتحاناتنا احنا كأزهر يعني. فاحنا في ال 25 دول احنا خلصنا منهم 13 يوم وبدأنا في اليوم ال 14 اهوت. يعني ايه فاضل بالظبط اقل نص يعتبر او اقل من النص كمان. يعني اللي فاضل اقل من اللي خلص. فاحنا هنحاول نجتهد فيهم على قد ما نقدر ونكمل لغاية الآخر. وإن شاء الله هنوصل لأعلى درجة نقدر نجيبها. بس أنا عاوز أقول لك على حاجة. أنا لما جربت واشتغلت يعني في الأيام اللي فاتت ديت. يعني إيه الحاجة اللي ممكن تشغلك وهي الحاجة الوحيدة اللي هتفيدك جامد. أهم حاجة إنك تصحى بدري على قد ما تقدر. حاول تصحى بدري على قد ما تقدر، يا سلام لو تصحى بقى قبل الفجر. لما تصحى قبل الفجر ده بسم الله ما شاء الله، معاك بركة جامدة في الوقت. قبل الفجر ده بتنجز فيه كمية مهولة من المهام اللي عندك. يعني تصحى قبل الفجر بحوالي ساعة ساعتين على قد ما تقدر. وما تقعدش إن أنت تذاكر بالليل. يعني تسهر في المذاكرة وكده، وتيجي تقوم جاي سايب صلاة الفجر. أنت كده بدل ما كنت هتاخد ثواب على المذاكرة بتاعتك، أنت كده هتاخد ذنب لأنك بتسيب صلاة الفجر. فأنت حاول على قد ما تقدر إن أنت تصحى بدري، تخلي يعني إيه ميعاد الصحيان بتاعك الفجر أو قبل الفجر. ده هتكون حاجة مفيدة بالنسبة لك. هيبقى معاك وقت تنجز فيه وكمان تروح تصلي الفجر. وتصحى بالفجر حتى إن أنت تصلي ركعتين قيام ليل وتدعي ربنا فيهم بالتوفيق وإن أنت تجيب مجموع كويس. يعني فيها فايدة من كل النواحي يعني. ويا سلام بقى لما تصحى كده، لو تقدر تاخد دش ساقع. يعني أنا لما التزمت بيه، يعني بسم الله ما شاء الله حاجة في قمة الروعة. تصحى من هنا تبقى من جسمك مكسر ولا تعبان ولا مش فايق، أول ما تفتح الدش وتاخد دش ساقع، خلاص كده انت صحيت. ما فيش نوم تاني. هتاخد دش ساقع ويا سلام، ولو عايز تعمل لك فنجان قهوة وخلاص كده. يعني ايه مزاجك اتسلطنت وبقيت فل الفل جامد يعني. فانت حاول على قد ما تقدر تصحى بدري. وتاني حاجة حاول ان انت كل يوم قبل ما تنام تكتب مهام اليوم الجديد. يعني وليكن انا هنام النهارده اكتب مهام بكره قبل ما انام. واقعد اكتب مثلا انا بكره هنعمل كذا اذكار يعني. وحاول انت تواظب على اذكار الصباح برضه. يعني انا بكتب في المهام بتاعتي اذكار الصباح واذكار المساء والصلاه على النبي كذا مره وليكن ورد القران، وليكن او انا بحفظ قران اللي انا بحفظه يعني في التحدي ده. وحاول ان انت تحط، يعني لو انت طالب من التربيه والتعليم، حاول انت تحط لك ورد قراني كل يوم. يعني مش عشان ما انت ما عندكش قران تنسى القران، لا حاول عشان تاخد بركه القران. ولو عايز تبدأ بيه أول اليوم عادي. والتزم برضه، حاول أنت تقرأ سورة ياسين. لو قرأت سورة ياسين بس كده، يعني سورة ياسين، يعني في الأثر بس مش فاكر يعني الحديث بالظبط. أنت تقرأ سورة ياسين ديت وتدعي بعدها ربنا بيستجاب لك أي دعوة تدعيها يعني. فأنت حاول تقرأ سورة ياسين، تواظب عليها لو عرفت تقرأها كل يوم أو يومين. وبعد ما تقرأها ادعي ربنا كل اللي نفسك فيه. وادعي ربنا إنه يرزقك مجموع كويس وتخش الكلية اللي نفسك فيها. وأي حاجة نفسك فيها ادعي ربنا بيها. وبرضه في ركعتين قيام الليل اللي بتصليهم ادعي ربنا في كل حاجة وأنت ساجد. أي حاجة أنت نفسك فيها ادعي لربنا. واحكي لربنا على كل اللي في قلبك. لو أنت مضغوط من المذاكرة احكي ربنا، قول يا رب أنا مضغوط من المذاكرة، يا رب احل لي المشكلة ديت. يعني احكي لربنا وفضفض لربنا وقول له يا رب احل لي مشاكلي، وادعي بكل اللي نفسك فيه. وبرضه الحاجة التانية، يعني دون أحداث اليوم اللي حصل. يعني أنت بعد ما تخلص يومك في نهاية اليوم خالص، اقعد دون أحداث اليوم اللي حصلت كلها من أولها لآخرها لو قدرت. ما قدرتش اقعد دون الحاجات الرئيسية اللي حصلت. وشوف إيه اللي ضيع يومك وإيه الحاجات اللي ضاعت في يومك. والوقت اللي ضاع ده ضاع في إيه. ولو في حاجة حصلت مشكلة، إيه حلها ويتحل إزاي بعدين والكلام ده يعني. عشان ما تجيش تقع فيها بعدين وتبقى الدنيا سهلة معاك. وحاول أنت تلتزم بالتدوين ده على قد ما تقدر، لأنه فايدته كبيرة قوي. والصراحة النفس بتيجي في لو انت جيت تلتزم بيه، هتيجي في اول شوية كده قبل ما تيجي تنام. هتلاقيك ايه عاوز تكتب التدوين وكده. هتلاقيك دماغك بتنام بطريقة مش طبيعية وعاوز تنام وتعبان خالص. لا بس اضغط نفسك في اول شوية دولت ودون. اضغط نفسك. هتبقى تلاقي بعد كده هتلاقي الحاجة ديت عادية خالص. وتاني حاجة حاول ان انت كل يوم، يعني ايه، سيبك بعد التدوين والصحيان بدري وكتابة المهام والكلام ده كله. حاول ان انت تلتزم في اليوم. شوف يعني ايه، ما تخليش السوشيال ميديا تاخد منك وقت طويل. ما تجيش يعني مثلا تفتح تيك توك
تفتح تتفرج، تفضل تتفرج بقى على مئات الفيديوهات، وانت انت انت كده بتبوظ عقلك خالص، يعني بتبوظ تركيزك نهائيا. يعني حاول على قد ما تقدر تبعد عن التليفون. لو قدرت تقفله طول اليوم، وتيجي بعد ما تخلص مهامك تقعد بيه براحتك، براحتك، واعمل اللي انت عايزه. يعني ويا سلام كده لما تخلص يومك بدري كده ومهامك كلها بدري، وتقعد كده متسلطن بقى براحتك، هتبقى انت فرحان اصلا. ماشي. وحاول ان انت مهامك دي ما تيجي تكتبها. يعني انا جربت تدوين الديجيتال، وجربت اللي هو على التليفون يعني، وجربت برضو كتابة المهام الديجيتال على تطبيق تيك تيك، وكتابة المهام برضو والتدوين وكل حاجة. فانت لقيت الورقي احسن بكتير. حاول انت تكتب مهامك على الورق، بحيث ان انت تكتب مهام، تكتب المهمة مثلا، وبعد ما تخلصها بقلم لون تاني كده وتشطب على المهمة. الشطبة دي لوحدها بتديك طاقة ان انت تكمل تاني وتكمل في المهام اللي بعدها وكده يعني. وحاول انت تبدأ بالمهمة السهلة. يعني الصراحة انا جربت المبدأ اللي هو بيقول لك ايه ده فراج وكل الضفدع، وانت تبدأ بالمهمة الصعبة ده. يعني حسيت ان هو اصلا، يعني اجي ابدأ بالمهمة الصعبة، نفسي بتتكتم اصلا، ما ببقاش عاوز اكمل اصلا، وبزهق وبتاخد مني وقت طويل، وبلاقي نفسي بقوم جاي سايب المذاكرة واروح مثلا امسك الفون وافتح تيك توك او افتح سوشيال ميديا يعني. فانت حاول ابدا بالمهام السهله، وكل ما تخلص مهمه اشطب عليها. فانت دي بيساعدك وبيحفزك انت يعني ايه، بيديك دفعه دوبامين كده، بيخليك انت عاوز تكمل وتكمل انجاز باقي اليوم. فاهمني؟ ولما تيجي في نص اليوم مثلا وليكن، او اتاخرت في بدايه المهام، يعني ايه، ما تكسلش بقى وتاخد بقيه اليوم راحه، لا، ابدا في اي وقت. يعني انا في يوم كنت بادئ اذان المغرب. يعني المهام المفروض انا بخلص اصلا مهامي بدري، ساعات بخلص مهامي الظهر، وساعات في ايام والله كنت بخلص مهامي الساعه 7 الصبح او ساعات الفجر كمان. ف بس انا جيت بدات المغرب. مهمه انا بسيب يعني ايه، حاول انت اليوم اللي تبدا فيه، اليوم ما يخلصش غير ما تكون مخلص مهامك، وما تنامش غير ما تخلص المهام اللي عليك. اجهد نفسك على قد ما تقدر، لان النفس بتحاول ان هي تتمرقع، وعقلك بيحاول ان هو يشغلك بحاجه تانية ويسيء، عشان عقلك مش عاوز يجهد نفسه. فانت حاول ان انت ايه المهام، الزم نفسك مش تنام غير ما اخلص المهام اللي انا كاتبها دي كلها. والحاجه التانية، يعني في حد كان بيقول لي يعني انه بيقعد بالساعات وقت طويل، وبيقعد طول اليوم مثلا، وبينجز مهام قليله. الحاجة ديّة حلّها حاجة من الاتنين، يا إما النوم مش مضبوط. كان بيحصل معايا برضه، ولمّا ضبطت نومي بدأ يتحسن. حاول أنت تصحى الفجر أو قبل الفجر زي ما قُلنا. والحاجة التانية اللي ممكن تكون مش مضبوطة برضه، إن أنت بتضيّع وقت طويل، وليكن حاجات في حاجات مش مفيدة، أو حاجات مفيدة بس مش وقتها حاليًا. يعني ممكن تروح أنت دلوقتي المفروض بتذاكر، تروح تتعلم برمجة، ما ينفعش دلوقتي، لإن أنت دلوقتي بتذاكر. ركّز على الحاجة الأهم، في حاجة اسمها أولويات، إحنا بنركّز على الأولويات. فأنت شوف هتعمل إيه بقى، عشان تشوف الحاجات اللي الوقت اللي بيضيع منك والحاجات اللي بتضيع لك وقتك وكده. هتعمل التحدي اللي كنا عاملينه قبل كده في يوم 4 على ما أظن، إن أنت هتمسك كشكول في إيدك أو الأجندة بتاعتك أو الدفتر بتاعك. هتعمل إيه؟ هتدوّن اليوم بتاعك كل ساعة، يعني كل ما ساعة تخلص من اليوم هتقعد تكتب الساعة ديّة حصل فيها إيه، وإيه اللي حصل، وإيه اللي ضيّع وقتك، وأنجزت فيها إيه. تمام؟ الساعة ديّة خلصت، بدأت في الساعة الجديدة، الساعة الجديدة لمّا تخلص تعمل برضه نفس الكلام. يعني بدل ما إحنا بندوّن في آخر اليوم، لأ، أنت تدوّن كل ساعة، عشان تشوف وقتك بيضيع في إيه، وتحاول إن أنت تلتزم، وتحاول إن أنت تاخد يعني إيه أقصى استفادة من يومك. وبرضه يعني إيه يا اسطى، ما تروحش إن أنت تشوف في المحاضرات وتيجي تسمع محاضرات مراجعات أو محاضرات شرح، تشوف محاضرات طويلة. سيبك من المدرسين المشهورين دول. ممكن تشوف مدرس مشهور وتلاقي محاضرات طويلة، وتلاقي أصلا شرحه مش يعني هي شرحه كويس أي، بس مش اللي هو، أو قصاد مدرس تاني شرحه مثلا في وقت قليل، بس شرحه مفيد ومختصر جامد، ومفيد جامد، مع يعني ما سابش حتة في الدرس برضه. يعني إحنا دلوقتي في وقت مراجعات، المفروض يعني إيه بنفهم الحاجات المختصرة، وبنجيب الحاجات اللي هي مختصرة وشرح مراجعة لآخر حاجة يعني. فأنت حاول تعمل ده على قد ما تقدر، وإن شاء الله كل حاجة بتظبط.